السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير جميعا. أنا أدري أن الوقت مبكر جدا، لكن عندي سالفة مثل الله لا يعوقب بشر، قايلها ما في دنيا. المثل يقول: رب أخ لك لم تلده أمك. هذا المثل دارج عندنا بكثرة، دائما تسمع بين رفيق ورفيقه يقول ذا المثل له: رب أخ لك لم تلده أمك. سالفة المثل أن لقمان بن عاد سبق ووضحنا من هو لقمان بن عاد، غير عن لقمان الحكيم الذي ذكر في القرآن الكريم. لقمان بن عاد كان في البرية يوم من الأيام، له حاجة معينة، الوكاد أنه لحقها ظما، لحقها عطش، فيشوف بيت الشعر ذاك اللي قدامه فيروح صوبه. في يوم جاء بيت الشعر، فهيتك المرأة اللي قاعدة في البيت ووزانها رجال وعندهم بزر يبكي، سلم عليهم فما ردوا السلام، فكرر السلام لقمان بن عاد لكن عقب ما طول صوته، فردت المرأة عليه: عليكم السلام، ها وش تبغي؟ فقال لقمان: أبغي ما أبغيكم تسقوني، عندكم ما تسقوني؟ فقالت المرأة يعني بأسلوب سخرية: لا، هي عندنا لبن وعندنا ماء، عشان تبغي منها؟ اختار فيها، وش ودك باللبن ولا الماء؟ قال: هو الزين والديبة. قالت المرأة: أجل اللبن وراك والماء قدامك. لما سمع كلامها لقمان بن عاد، درى عن كلامها هذا كلام سخرية هزو تهزابه، درى أنها ما تبغى تكرمه. فلما درى لقمان بن عاد أنها ما تبغى تكرمه، قال لها: المنع كان أوجز، يعني لو أنك اشترطتيني ومنعتيني قلتي لي ما أنا معطيتك كان أفضل من ذا الكلام والسالفة الطويلة دي كلها. تفكر لقمان بن عاد الصب اللي يبكي عندهم وهم ما لقوا له بال. قال: انتم ايش بالكم انت الصبي ذا اللي يبكي عندكم، شو ما تلقون له بال؟ كانكم عجازا منه ولا ما تبغونه؟ اعطوني اياه باكفله وبسليكم شره، بسليكم اياه. قالت المراه: بصرك انت وياه هانئ. قال لقمان بن عاد: ومن هانئ ذا؟ قالت المراه: هانئ ذا رجالي وبالصبي. قال: طيب والرجال ذا اللي وزانش من هو؟ قالت: وانت وش دخلك؟ تجد من ورق الثرى، وش دخلك؟ قال: لا والله ابغى ادري اذا الرجال ذا اللي وزانش وش هو، دم هو برجال من هو؟ قالت: انت وش دخلك؟ انت جاي تبغي الماء واللبن وتوكل على الله، ما عنده لا لبن ولا ما، توكل على الله. قال لقمان بن عاد: طيب الرجال ذا اللي وزانش، انا احس بريبه، يعني الرجال لا يشبهش ولا هو برجالش، من هو ذا؟ قالت المراه: هذا اخي. قال لقمان بن عاد: رب اخ لك لم تلده امك. مفهوم قصده واضح. فقاعد انت يا لقمان بن عاد يتفكر ويناظر في بيت الشعر، فانتبه الاطناب اللي مسويها رجال النشول، رجال يستعمل يده اليسار. فقال لقمان بن عاد: ويل للأعسر، الأعسر يعني الأشول، قد طال غمه. فلما سمعت المرأة ذا الكلام انخرشت وانقطع ظهرها، فدرت اللقمان بن عاد درى بعلوم كلها، درى بالغمندة كاملة، وش السالفة وين ذا صحيبها مو بخيها. فقامت المرأة قالت: حياك حياك حياك، اللبن والماء موجود، حياك حياك. قال لقمان بن عاد: لا ما عاد ابغي شيء، على قولتنا الشيء اثمنه طلبته، ولا عاد ابغي شيء، انا سمحت. توكل على الله لقمان بن عاد. يوم جاء عند العصير على وقت غروب الشمس، ذاك الرجال اللي عند دبله ويشعر يطول صوته، اسمع لقمان بن عاد وش يقول الرجال: روحي إلى الحي فإن نفسي رهينة فيهم بخير عرسي. عرسي يعني زوجته، يقصد زوجته. حسانة المقلي ذات أنسي، لا يشترى اليوم لها بأمسي. الرجال متخريط عند امرته، وهو بداري بالعلم اللي بيضوي عليه. فلما سمع الابيات لقمان شك ان الرجال ذا اللي قدامه انه هانئ رجال المراه، انتم خابرين. قال: خلنا ندعيه بهانئ، ان كان رد فهي هو بعلم العلوم. فقال لقمان بن عاد: يا هانئ يا هانئ. الرجال التفت قال: نعم تدعيني انا؟ قال: ايه ادعيك انت، ما انت بهانئ؟ قال: هانئ وش دراك اني هانئ ولا وش دراك باسمي؟ قال: دريت بس، ما انت برجال المراه المشتركه او الزوجه المشتركه؟ هنا انفعل هانئ وقال: وش الزوجه المشتركه؟ انت شو تقول؟ قال: العلم جاك، مرتك زوجتي مشتركة عندك وعند غيرك. قال: هانا وش دراك انها مشتركة؟ قال لقمان بن عاد: توني جاي منها قبالة معين عندها رجال وتقول انها اخيها، وش بها ما يحتاج في الاخوان واضح. قال: هانا طيب وش دراك انها مو بخيها؟ قال لقمان بن عاد: لو انها اخيها ما كان خلى المرأة ترد علي، كان قام هو ورد علي، غير خلى المرأة اللي تحكي وتتكلم معي. وبعدين من يوم جيتها وانا داير ان ذا ما هو بخيها، ما بشبه بينهم، الاخوان يتشابهون مهما كان غادي فيهم شبه، وحنا صاقرين ندري بالشبه اللي بين الاخوان. هنا انفعل هانا قال: طيب علمني وش اسوي، مرتي تخوني مع رجال. قال لقمان بن عاد: بصرك انت مرتك، بصرك سوي بها اللي انت تبغي. قال هانا: وش رايك اكويها بالنار الين تموت، الين تسلم روحها؟ قال لقمان بن عاد: لا مو براي، خل اخر العلاج الكي. وغدا مثل بعد. قال هانا: انا ماخذ رايك، انا بعود على المراه وبكويها الين تموت. فراح انت هانا صب المراه وعينها مع الرجال وجودها وكواها بالنار الين سلمت روحها.
وهذه قصة المثل اللي يقول رب أخ لك لم تلده أمك. دائما الرفيق ورفيقه يستشهدون بهذا المثل، يقول له أنت أخي اللي ما جابته أمي. اعذرونا يا أخوان، شمع على السالفة اللي صبحناكم بها من صبح. عاد محمد دارين كيف ولا لا؟ الواحد تمسك مع سوالف في أوقات غير مناسبة. السلام عليكم.